السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام وبصحة منيحة. بتمنى كل انسان بسمع صوتي الان يشوف هذا الفيديو للنهاية عشان يساعدنا في الانتشار، لانه صدقا الاحصائيات صارت تحكي انه الناس بفوتوا على الفيديوهات وبيطلعوا بسرعة. فبتمنى تشوفوه للنهاية وتعملوا لايك وتعلقوا عليه قد ما بتقدروا. وبدون اطالة خلينا احكي لكم عن فيديو اليوم وتشوفوا شو هنعمل في فيديو اليوم. يا جماعة الخير، في فيديو اليوم هنروح مع بعض على التكية. صار الوقت تعرفوا احنا كيف بنجيب الطعام في غزة، وكيف وشو هي التكية. التكية يا جماعة الخير مكان بيجيبوا فيه اكل، فاحنا بناخذ الطنجرة، ما بعرف شو بتسموها عندكم، طنجرة او هاي ها، تمام، او الصحن او اي شغلة بناخذها وبنروح نستنى التكية لما تنزي عشان يعبوا لنا فيها اكل. فخليكم معي في هذا الفيديو وكل الطرق، ويلا مع بعض واكسبوا الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم. طبعا هاي طلعت من باب البيت او الخيم، يعني هاي البيت كل الطرق. طبعا هاي طنجرتي، المشكلة انه بنروح بشمس حارقة وحاولت البس الطاقية وهاي طبعا زي ما انتم شايفين رايح في الطريق عشان اعبي التكي. طبعا التكي لسه ما جتش، فاحنا راح نقعد نستنى في هذا الحر انها تيجي، لانه بنفعش تتاخر، لانه لو تاخرت مع الاسف بروح عليك الاكل. فالفكره انه انت لازم تيجي قبل الموعد، لانه لو تاخرت مش حتلحق ابدا. فانا بجي وبقعد استنى. وهاني ممكن حبايبي استنى. صورت لكم نفسي وانا قاعد بستنى التكية. طبعا عملت تسريع 10 اضعاف للفيديو هذا عشان طبعا الفيديو ما يكون طويل عليكم ابدا. وزي ما انتم شايفين كنت عايف حالي زي ما بيحكوا عنا في غزة وبستنى تيجي بسرعة. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم يا جماعة الخير، طلعت تقريبا من الساعة 12 ونص، هلقيتها الساعة 2:10 في منتصف الظهر، في منتصف الحر. اقسم بالله العظيم والله على ما اقول شهيد، طلعت من 12 ونص، الساعة هلقيت 2 وهلقيت حوريكو شو جابت التكية. هلقيت حوريكو، بس اسمحوا لي اصل الخيام واشرب مي بس. عايزين تشوفوا ايش طلعت التكية اليوم؟ اكسبوا لي الصلاة على النبي. 1 2 3 سربرايز. اللي صار معي كالتالي، اقسم بالله طلعت استنيت تقريبا ساعة ونص والتكية ما جتش. شايفين؟ هاي التكية ما جتش. انا اقسم بالله اللي بحكيه واقع، وحرف حرف صار معي اليوم. يعني هل انه في اصعب من هيك عذاب وذل في غزة؟ بكفي، عن جد بكفي. المؤسسات بتذلنا، كل حدا بده يقدم للشعب شغله بذله. يعني لقيت المسؤولين عن التكي مثلا، وين التكي؟ بتخلونا نستنى في الشمس الحارقه وبعدين تجيش التكيه؟ مش هذا ظلم؟ يعني كانه احنا وقتنا، الوقت عندنا ببلاش، كانه بفكرونا انه احنا لما نروح نستنى ساعه ونص وساعتين وما تجيش في النهايه بفكروا انه الوقت ببلاش. يعني احنا ما ورناش ولا اشي ولا دراسه ولا حاجه. اي عذاب احنا بنعيش في غزه. خلص بكفي. رجاء وصلوا صوتي لهالعالم. يا عمي يا جماعة الخير خلاص، يا اما بتطلعونا من غزة وبتريحونا رسمي، انا بحكي يعني بعتذر، يعني ما حد بيحب يترك وطنه ولكن قسوة الحياة. يا بيطلعونا من غزة وبحلونا، يا اما بيلاقوا لنا حل. يعني بصراحة يعني انا كهاني اليوم صرت افكر بالهجرة وترك الوطن. لانه بصراحة الوطن اللي بذلك لا يعتبر وطن، اللي بعيشكش حياة كريمة لا يعتبر وطن. وبعتذر، يعني بعتذر على هذا الكلام، ولكن يعني من القهر اللي احنا بنعيشه بكفي عذاب، بكفي. بعتذر على هذا الكلام يا جماعة الخير. ويعني في النهاية أكيد الواحد لازم يتمسك بالوضع، بس والله صارت صعبة. بعتذر يعني مرة ثانية، بس انتوا عارفين شوية قهر. شكرا لكم، شكرا لكل حدا وصل لهذا المقطع من الفيديو. رابط الدعم موجود في أول تعليق باي القناة، أو بإمكانكم عبر ميزة شكرا. ما بحبش أحكي عن هاي المواضيع كثير، وشكرا لكم.